سي عزيز، الوداد البيضاوي دار انتدابات كثيرة في الميركاتو الصيفي الحالي، آخرهما اللاعب السنغالي. واكيد الفريق الاحمر كان هو يعني الفريق اللي توجهت الانظار خلال الميركاتو الصيفي الحالي. عدد كبير من اللاعبين اللي انضموا للفريق وكذلك عدد كبير من اللاعبين اللي غادروا. مازال ميركاتو فريق الوداد الرياضي مستمر. البارح كانت صفقه من العيار ثقيل ديال اللاعب اللي كيلعب في خط الهجوم اللي هو مباين ديانغ، اللاعب السنغالي، لاعب دولي سنغالي واللي سبق خدم مجموعه من التجارب في فرنسا، في ايطاليا، في انجلترا وكذلك في تركيا. لعب فريق سي ميلان مجموعه من المرات، لعب في الدوري الفرنسي مع الفريق ديال لارين، مع الفريق ديال اوكسير اللي جاور فيه اللاعب حمزه الساخي اللي غيجاوروا مره اخرى في فريق الوداد الرياضي. لعب كذلك في الفريق ديال واتفورد في الدوري الانجليزي. لعب في امبولي اللي كانت فيها اخر تجربه قادما من فريق ادانا ديميرسبور التركي. اللاعب السنغالي لاعب جاهز، يعني ما كانش في الكرسي الاحتياطي، يعني كان تيلعب مع الفرق اللي كان تيلعب معها، أليس كذلك سي عزيز؟ لاعب اللي ما كانش جالس، كان كينافس، والقيمه السوقيه ديالو فهي كتجاوز 2.5 مليون ديال الاورو. عقد كيمتد لموسم قابل للتجديد، في حين اليوم كانت صفقه واش هي الاخيره او مازال غيكونوا صفقات اخرى ديال اللاعب مهدي مبارك، اللاعب القادم من فريق العين الاماراتي واللي كان قضى الموسم اللي فات بالدوري المحلي مع فريق الرجاء الرياضي، توج معه بالثنائيه. خريج أكاديمية فريق الفتح الرياضي ابن مدينة الدار البيضاء، وهو اللي قال عليه رئيس الفريق البارح في يعني في انستغرام في ستوري اللي كان قال بأن تخمنوا معايا شكون هو اللاعب اللي جاي وغادي ينضم للفريق اللي كيعشقوه، الفريق اللي كيبغي. دونك المهدي مبارك هو الانتداب ديال اليوم بعد ما كان انتداب ديال الامس هو مباينغ. واش اخر انتداب ولا لا؟ هادشي غنتعرفوا عليه في قادم المباريات، لان سي عزيز، الشارع الودادي أو عشاق الوداد البيضاوي تيقولوا بأن واش كاين شي بديل للاعب مفيد؟ الوداديين دابا تيقولوا بان خاصهم البديل ديال المفيد. ما كاينش لاعب اللي كيلعب بديل ديال المفيد، حتى اللاعبين اللي غنرجعوا نتكلموا عليهم شاركوا في دوري التميز الشباب، فما كاين زعما شي كاليبر اللي يقدر يعوض مفيد، رغم ان كاين عنده تما لاعب اللي هو حركاس كيلعب في لاك سنترال وفي الرجاء ولا كذلك في مولوديه وجده، سبق ليه بزاف ديال المرات لعب في هذا البوست ديال اريير دروا. دونك ميركاتو الوداد الرياضي مستمر، والوداد مستمر في يعني خلق الحدث في هذا الميركاتو. تقريبا 25 لاعب اللي غادروا وبقات فقط التشكيله الرسميه، وحتى البدائل يلا كنلقاو اللاعب حركاس العميد ديال الفريق اللي بقى من تشكيلات الموسم اللي فات. الزمراوي كان العام اللي فات ولكن ما كانش يلعب، شاف في الميركاتو الشتوي كان لعب مباريات قليله جدا. واسماعيل المترجي اللي راجع من اعاره بالدوري الاماراتي. شكرا لك أخي عزيز على المستجدات اللي عطيتينا ديال الوداد البيضاوي، شكرا لك مجددا.